بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي الطلبة، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال هذه المحاضرة سنبدأ الكلام حول مرحلة أساسية من مراحل التخطيط الاستراتيجي، ألا وهي تحليل حقيبة أعمال المؤسسة. من خلال المحاضرة نتاع التخطيط الاستراتيجي شفنا أنه عادة المؤسسات الكبرى ما عندهاش أكتيفيتي وحدة، بس عندها مجموعة من النشاطات. هذه النشاطات عادة تنتمي إلى ميادين نشاط استراتيجي مختلفة، وتتميز بمصادر ميزة تنافسية كذلك متنوعة. هنا على سبيل المثال كنا شفنا المثال نتاع لونتربريز تروفي اللي تنشط في إنتاج أجهزة الكشف بالأشعة لي راديو لي سكانير إكسيتيرا، وعندها عدة نشاطات. كاين نشاطات مثلا متعلقة بأجهزة الكشف في الدول النامية، كاين لي راديو كذلك الموجهة للكشف على الأسنان، لا راديولوجي دونتير، ليارام إكسيتيرا. إذن بالتالي المؤسسة عندها مجموعة من النشاطات. في إطار هذه الاستراتيجية، الحاجة الأولى غادي دير استراتيجية كلية للمؤسسة، وغادي دير استراتيجية جزئية لكل نشاط. كل نشاط غادي تشوف اسكو تطوره، تنسحب منه، تزيد فيه منتجات، وش هي لي تكنولوجي اللي تطورهم إلى آخره. إذا كاين دي نشاطات تزيد تتوسع فيهم، كاين نشاطات تحافظ فيهم بنفس المستوى من التواجد، وكاين نشاطات اللي غادية تنسحب منهم. إذا هذه بالنسبة لكل نشاط على حدة. وكذلك خص تكون عندها نظرة كلية على النشاطات، كيفاش راها منسجمة بيناتها، وواش قادرة دير باش تحسن حقيبة الأعمال نتاعها. حقيبة الأعمال اللي نذكروا هو مصطلح يشمل مجموع النشاطات وميادين النشاط التي تنشط فيها المؤسسة. إذا باش نقوم بالتحليل هذا ونعرفوا واش خصنا نديرو بالنسبة لميادين النشاط نتاعنا، عادة نستعملوا مجموعة من الأدوات اللي غادي نشوفوها مع بعض. في البداية يمكن القول أن الشركة التي هي موجودة في أكثر من نشاط أو أكثر من سوق أو حتى العديد من المنتجات لا يمكنها أن تحلل كل واحدة من النشاطات بشكل مستقل، ولكن يجب أن يكون لها رؤية شاملة حول حقيبة أعمالها. من أجل ذلك عادة تستعمل المؤسسات مجموعة من المصفوفات التحليلية تم اقتراحها من شركات استشارية أمريكية بالدرجة الأولى وعالمية، أهمها بوسطن كونسلتينج جروب، ماكيسني، وارثر دليتل اللي معروفة تحت لابريفياسيون ADL. إذا بالتالي احنا من خلال هذه المحاضرة عندنا هدفين. الهدف الأول أننا نبين مبادئ بناء واستعمال هذه المصفوفات، وثانيا غادي نركزوا على مصفوفة البي سي جي، البوسطن كونسلتينج جروب. النقطة الأولى مبادئ بناء مصفوفات تحليل حقيبة الأعمال. إذا عادة بناء المصفوفات نركزوا على بعدين، غادي نديروا منحنى نمثلوا عليه مختلف نشاطات أو ميادين نشاط المؤسسة. إذا البعدين هادو عادة البعد العمودي متعلق بالوضعية التنافسية، يعكس وضعية، يكون عمودي أو أفقي، المهم أحد الأبعاد يعكس الوضعية التنافسية للمؤسسة مقارنة بالمنافسين. اسكو احنا رحنا أحسن وأقوى من المؤسسات اللي راها في السيكتور وراه تبيع نفس المنتجات نتاعنا، ولا رحنا أضعف؟ وهذا عامل مهم، لأنه من بعد غادي الحاجة الأولى الميادين اللي رحنا فيهم أحسن غادي نركزوا عليهم ونحاولوا نقعدوا أحسن. الميادين اللي رحنا فيهم أضعف ممكن أننا إما نخرجوا منهم ولا نحاولوا نداركوا التأخر. كذلك قيمة ميدان النشاط الاستراتيجي، إذا الأهمية نتاعه، لأن مثلا فرض أننا في ميدان رحنا أقل من المنافسة، لكن الميدان كما يقولوا ما عندهش أهمية استراتيجية وما عندهش مردودية، ممكن القرار يكون أننا نتراجع منه وننسحب. وإلا كان ميدان العكس عنده أهمية استراتيجية وعندها مردودية وعندها مستقبل، هنا بالرغم ربما من التأخر نتاعنا يكون مفيد ومهم أننا نخاطروا، نخسروا دراهم، نخسروا موارد، نحاولوا نداركوا التأخر ونتفوقوا على المنافسة، باعتبار أنه في المستقبل هذا يسمح لنا بتحقيق أرباح طائلة. لهنا عادة غادي نمثلوا النشاطات نتاعنا في شكل دوائر.
نفترض أن مؤسسة كما خوفي عندها مثلا الإسكانر يمثل 9%. راه هنا مثلا إذا عندها وضعية تنافسية قوية وقيمة ميدان نشاط قوي. عندك مثلا السكانر مثلا تراديسيونيل يمثلوا 12%. عندها قيمة ميدان نشاط استراتيجي قوي، وضعية تنافسية ضعيفة، إلى آخره. إذا هادو يمثلوا الدوائر، النشاطات غادي نمثلهم في شكل دوائر. هاد الدوائر نديروهم على حساب الخصائص نتاعهم. إذا شحال ما كانت قيمة الميدان النشاط قوي، قال مثلا غادي نميلوا نحو اليسار. شحال ما كانت كذلك الوضعية التنافسية قوية، النشاط نتاعنا غادي يكون نحو الأعلى. وبالنسبة للنشاط، كل واحد نشوفه عنده حجم نتاع الدائرة. الحجم نتاع الدائرة هذه تبين الأهمية نتاع النشاط بالنسبة للمؤسسة من خلال الحصة نتاعه في رقم الأعمال نتاعها. إذا بالنسبة لو كان نجيو نقراو هذه الخريطة أو هذه المصفوفة، إذا كي نشوفوا هنا هذا النشاط 35%، أي أنه يشكل 35% من رقم أعمال المؤسسة هذه. لكن المؤسسة تبيع في العام 100 مليون، يعني هذا النشاط يشكل 35 مليون من أصل 100 مليون. هذا كذلك 20 مليون، هذا 9 ملايين، هذا 12 مليون. وبالتالي نقدر نقولوا أنه كل ما زادت حصة النشاط في رقم أعمال المؤسسة، شحال ما كبرت الدائرة، الشيء اللي يدل على الأهمية. بقي لنا نقطة مهمة جدا. إذا قلنا أن الدائرة كل ما زادت الحصة في رقم الأعمال تاع النشاط، كل ما زادت كبرت. درك الإشكالية كيفاش نرسموا هذا الدائرة وكيفاش نحدوا القطر نتاعها. هنا الأدبيات تقترح معادلة، يقول لك أن قطر الدائرة دي يساوي جذر آه، النسبة من رقم الأعمال على 2. نسمى هنا بالنسبة لهذا النشاط، إذا دي يساوي جذر 35 مقسوم على 2. بالنسبة لهذا النشاط الحصة نتاع من رقم الأعمال 20%، إذا القطر نتاع الدائرة هو جذر 20 مقسومة على 2، إلى آخره. وغادي نشوفوها من بعد من خلال مثال أو حالة. ندخل المصفوفة بي سي جي. مصفوفة بي سي جي هي مصفوفة تطبق هذه المبادئ لتحقيق تحليل حقيبة الأعمال. نشوف في هذه المصفوفة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي الطلبة، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه المحاضرة المتعلقة بأحد المراحل الأساسية في مجال التخطيط الاستراتيجي، ألا وهي تحليل حقيبة أعمال المؤسسة. إذن في أحد الحصص الأولى كنا تكلمنا على التخطيط الاستراتيجي. من خلال التخطيط الاستراتيجي شفنا أن المؤسسات الكبرى عادة عندها مجموعة من النشاطات. هذه النشاطات تنتمي إلى ميادين النشاط الاستراتيجي وتتميز بميزة تنافسية مشتركة. هنا على سبيل المثال، في المثال اللي شفناه نتاع مؤسسة تروفي اللي تخدم في المجال نتاع لي راديو، عندها عدة نشاطات تنتمي إلى ميادين مختلفة، كما لوبتيك دونتير مثلا، لا راديولوجي، الراديولوجي نتاع لي دون تاع السنين، كما كذلك لا راديولوجي كونفونسيونيل دونتير، كما كذلك لا غروند ايماجري ميديكال اللي هي رام سكانر اكسيتيرا، كما كذلك لا راديولوجي فيترينير اكسيتيرا. عندنا بليزيور برودوي و بليزيور اكتيفيتي. هنا بالنسبة لهاد لي زاكتيفيتي ولا هاد لي دومين داكتيفيتي، قلنا أننا خصنا إضافة إلى الاستراتيجية الكلية للمؤسسة نطوروا لكل ميدان على حدة استراتيجية خاصة، باعتبار أنه يتميز بنفس مصادر الميزة التنافسية. بصح كذلك خصنا نراعيو الانسجام ما بين مختلف النشاطات. ما نقدرش نتخذ قرار متعلق بنشاط معين دون مراعاة بقية النشاطات، لأنه كاين علاقات بيناتهم وحدة تأثر على وحدة. إذا خصنا نشوفوا الوضعية الكلية للنشاطات اللي تشكل ما يعرف بحقيبة أعمال المؤسسة. من أجل ذلك عادة المؤسسات تستعمل مجموعة من المصفوفات التحليلية التي تم تطويرها من شركات استراتيجية كبرى أمريكية، أهمها بوستون كونسلتينغ جروب اللي غادي نعيطوا لها في هذه المحاضرة البي سي جي، كذلك الماكيسني، وكذلك مصفوفة أرثر دليتل اللي غادي نسميوها في هذه المحاضرة أديال كما هي معروفة بهذا الاسم. من خلال هذه المحاضرة عندنا هدفين. الهدف الأول أننا نشرح المبادئ الكلية أو المشتركة لبناء هذه المصفوفات. الهدف الثاني أننا نحاول نشرح طريقة بناء وتحليل مصفوفة البي. ننطلق بالنقطة الأولى، مبادئ بناء مصفوفات تحليل حقيبة الأعمال. وعادة بالنسبة لهذه المصفوفات غادي نديرو منحنى فيه محور عمودي، محور العينات، ومحور أفقي، محور السينات إكس إيكغيك، على أنه الخاصية المحور نتاع الإكس غادي يكون مقلوب، إذا يكون قوي كما يقولوا على الجهة اليسرى وضعيف على الجهة اليمنى. بون، المصفوفات هذه تختلف، بصح على العموم هذه المصفوفات تستعمل مؤشرات مختلفة. هذه المؤشرات ترمز إلى بعدين. البعد الأول هي الوضعية التنافسية، يعني المؤسسة نتاعي في نشاط معين، كما مثلا المؤسسة نتاع تروفي مثلا في لا راديولوجي دونتير، اسكو راها متفوقة على المنافسين ولا المنافسين راهم متفوقين عليها. الجانب الثاني أو البعد الثاني اللي راه في محور الإكس هي قيمة ميدان النشاط الاستراتيجي. اسكو الميدان هذا عنده أهمية، عنده جاذبية، غادي قادر يدخل لنا دراهم وتكون عنده مردودية في المستقبل، ولا عنده أهمية ضعيفة، الربح فيه قليل، فيه العديد من المشاكل، وبالتالي ما عندهش أهمية استراتيجية بالنسبة لمستقبل المؤسسة. على ملاحظة أنه هذه المحاور قادرين ينقلبوا، قادر تجيب الوضعية التنافسية في محور ليزيكس المحور الأفقي، والقيمة ميدان النشاط الاستراتيجي في محور الإجراك ولا العينات ولا المحور العمودي. إذا هنا كانت عندنا مؤسسة كما في هذه الصورة عندها مثلا 6 تاع النشاطات، غادي وفق الوضعية التنافسية نتاعها كانت قوية ولا ضعيفة، وفق كذلك قيمة ميدان النشاط الاستراتيجي، غادي نمثلها على المنحنى داكور في شكل دائرة. كل نشاط
يشكل دائرة. لو كان ناخذ المثال نتاع تخوفي، قادر تكون هاد الدائرة مثلا نتاع 12% تمثل لا راديولوجي تراديسيونيل، أجهزة الكشف التقليدية كما ليكوغرافي اكسيتيرا. قادر هذه 35% تمثل مثلا اليرام سكانر اكسيتيرا. قادر مثلا هاد 9% تمثل لا راديولوجي دونتير اكسيتيرا. إذا قلنا التمثيل نتاعها حول الوضع نتاعها على المنحنى يتم وفق الأحداثية تاعها المتعلقة بالوضعية التنافسية وقيمة ميدان النشاط الاستراتيجي. وملاحظة أخيرة، نلاحظ أن هاد النشاطات تمثل بدوائر مختلفة الحجم. كاين الدويرة اللي كبيرة، كاين الدويرة اللي صغيرة. عادة الدويرة شحال ما كان النشاط مهم بالنسبة للمؤسسة، الدويرة نتاعها غادي تكون الدائرة غادي تكون كبيرة. بصح هاد الأهمية كيفاش نقيسوها؟ نقيسوها حصة النشاط من رقم أعمال المؤسسة. فرض أن هاد المؤسسة عندها رقم أعمال مبيعات سنوية تاع 100 مليون، ونشاط معين كما هاد النشاط يدخلنا 35 مليون من أصل 100 مليون. إذا 35 مليون على 100 مليون يساوي 35%. حصة السوق النسبية تمثل 35%. وبالتالي الدائرة هذه سنمثلها وفق هذا المؤشر. هذه مثلا ممكن أنه من أصل 100 مليون تكون دخلنا كما يقولوا 20 مليون، وبالتالي حصة السوق النسبية هي 20%. يبقى سؤال أخير، كيفاش نحدد حجم الدائرة وكيفاش نقيسوا نصف القطر ولا القطر نتاع الدائرة؟ هنا الأدبيات تقترح معادلة لذلك. المعادلة هذه تقول أنه دي اللي هو القطر يساوي جذر حصة السوق حصة النشاط من رقم أعمال المؤسسة على 2. إذا هنا مثلا هذا النشاط اللي فيه 35%، القطر نتاعه دي يساوي جذر 35 اللي هي حصة النشاط من رقم أعمال المؤسسة مقسوم على 2. هذا النشاط الثاني اللي على سبيل المثال الحصة نتاعه من رقم الأعمال 20%، القطر نتاعه يساوي جذر 20 مقسوم على 2. إذا هي معادلة بسيطة ليست صعبة الاستعمال والتطبيق. نمر للنقطة الثانية، مصفوفة البي سي جي التي تم تطويرها من طرف البوستون كونسلتينغ جروب كما أشرت إلى ذلك سابقا. في هذه المصفوفة كما قلنا عندنا منحنى من محورين. على محور ليزيكس المحور الأفقي عندنا حصة السوق النسبية التي تمثل الوضعية التنافسية للمؤسسة. شحال من الحصة السوقية نتاع المؤسسة نتاعي كانت كبيرة، شحال من مرة عندي وضعية تنافسية جيدة. كي تكون الحصة السوقية النسبية هذه فوق الواحد، نعتبر أن المؤسسة نتاعي راها متفوقة على المنافس. كيفاش نحسب حصة السوق النسبية؟ نحسبها بقسمة حصة السوق نتاع المؤسسة نتاعي على حصة سوق أكبر مؤسسة منافسة في نشاط معين. فرضا راني نبيع السكانر، أنا راني نبيع مثلا 10% من المبيعات الكلية نتاع هذا المنتوج في سوق معين في السوق نتاعي، والأحسن منافس أكبر مؤسسة منافسة ليا قال مثلا أنا راني نبيع 10%، هي راه تبيع كما يقولوا 5%. هنا كيفاش نقيس السوق النسبية؟ إذا 10% مقسومة على 5%، 10 على 5 تساوي 2. في هذه الحالة حصة السوق النسبية نتاعي 2. وغادي نعتبر كما قلنا، لا كانت حصة السوق النسبية أكبر من 1 صافي دير راني متفوق نوعا ما. لا كانت أكثر من 1.5، التفوق نتاعي على المنافسين راه بارز وكبير وراني في وضعية ريادة. بالتالي هذا الواحد نعتبره الفيصل ما بين النشاطات اللي راه عندي فيها وضعية تنافسية جيدة والنشاطات اللي راه عندي فيها وضعية تنافسية غير جيدة، راني تابع كما يقول. نمر المحور العينات لزيكراك. إذا على مستوى لزيكراك عندنا مؤشر نسبة نمو السوق،
واللي يعكس أهمية النشاط، كذلك جاذبية هذا النشاط. إذا هنا كما يقولوا نسبة النمو السوق، قال مثلا مبيعات ولا من منتوج معين على مستوى سوق معين، لكانت هنا مثلا هذا العام 10 ملايين والعام اللي فات قال مثلا 5 ملايين، إذا هنا نسبة نمو السوق هي 100% على سبيل المثال. بون هنا عادة عندنا هذا المحور اللي في الوسط اللي يفصل ما بين كما يقولوا النشاطات اللي عندها نسبة نمو سوق مرتفعة والنشاطات اللي عندها نسبة نمو سوق ضعيفة. إذا إشكال المطروح كيفاش نحددوا القيمة نتاع هذا المحور. إذا عادة في تحديد قيمة المحور نقدر نستعمل عدة مؤشرات على حسب المعطيات اللي عندنا وعلى حسب خيارات ونظرة المسيرين. قادر نستعمل مثلا نسبة النمو المتوسطة لكل ميادين المؤسسة، نسبة النمو المتوسطة للصناعات التي تنشط المؤسسة داخلها، نسبة النمو المتوسطة للناتج الداخلي الخام للأسواق المرجعية التي تتواجد بها المؤسسة، أو نسب نمو تحددها الإدارة العليا أو وفق تقديرهم الشخصي أو وفق تقدير مجموعة من الخبراء. في هذه المصفوفة نشوف أنه عندنا 4 أوضاع. قادر النشاط يكون في هذا المربع الأول، يعني يكون عنده حصة سوق نسبية مرتفعة وقوية، ويكون عندها نسبة نمو ضعيفة. عادة هذه النشاطات تسمى بالبقرة الحلوب، لا فاشالي. علاش فاشالي؟ لأنها هي من النشاطات اللي تدخل دراهم للمؤسسة وتميز بمردودية. هذه النشاطات عادة تكون المؤسسة متفوقة فيها، مسيطرة، تكون السوق نتاعها كبير وناضج، وصل لمرحلة النضج، وما نحتاجوش فيها باعتبار أنه ما كانش نمو كبير، ما نحتاجوش فيها الاستثمارات، لأنه كيزيد عادة الطلب بشكل كبير. باش نغطيو هذا الطلب وباش نزيدو في حجم المبيعات غادي نقوم بالاستثمار في مصانع، أدوات النقل والتوزيع، كذلك في عملية التسويق، وهذا غادي يكلفنا عادة نفقات أكبر من المداخل، بالتالي الأرباح تكون منخفضة. في حالات البقر الحلوب راه عندنا تفوق على المنافسين، حنا رحنا نبيعو بزاف وما رحناش نخسروا دراهم في عملية النمو. بالتالي هذه النشاطات مهمة جدا للمؤسسة باعتبار أنها تدخل دراهم كبار، عندها مردودية مرتفعة، وهي مصدر للمداخيل المالية، وهي هدف لكل مؤسسة. المؤسسة والمسير الأوبجيكتيف نتاعها أنه كاع النشاطات يسيرهم ويرافقهم باش يوصلوا لوضعية البقر الحلوب ويدخلوا له الدراهم. الحالة الثانية هي نشاطات النجوم. هذه نشاطات النجوم كما تدل عليه اسمها هي نشاطات مهمة لمستقبل المؤسسة، لأنها في المستقبل هي اللي غادي تدخل لنا دراهم كبار وتكون عندها مردودية وموارد مالية مرتفعة. هذه النشاطات تتميز بنسبة نمو سوق مرتفعة وحصة سوق نسبية مرتفعة. إذا بعبارة أخرى هذه النشاطات من ناحية نحن متفوقين على المنافسين، حنا رحنا الأولى، حنا رحنا الأحسن، وهذا النشاطات راها تنمو بشكل كبير. إذا هنا بالرغم من أننا رحنا مسيطرين، رحنا نبيعو بحجم كبير في السوق، بس هذا السوق راه يزيد يكبر، الأمر اللي يجعل المبيعات نتاعي دايما تزيد. بصح باش نغطي هذه الزيادة في المبيعات خصني نزيد في الإنتاج ونزيد كذلك في التوسع الجغرافي. بالتالي غادي نستثمر في مصانع جديدة، في التسويق، في التوزيع، في اختراق أسواق جديدة، وهذه النفقات الاستثمارية عادة تكون أكبر من الأرباح والمداخل نتاع هذه النشاطات. بالرغم من أني راني ندخل دراهم وراني متفوق، بصح ما يسمحوا هذه النشاطات ما يسمحوليش باش نخرج الربح ونغطي التكاليف باعتبار أنها دوموندي ديزانفستيسمون. إذن هذه النشاطات المسير عادة يركز عليها، يزيد يستثمر فيها، يوفر لها الموارد المالية البشرية، يركز على التطوير التكنولوجي والإبداع، ويرافقها غير لا توصل للبقر الحلوب، لأنه هذه في المستقبل هي اللي غادية تدخل لنا دراهم. الوضعية 3 هي الوضع المحير. في هذا الوضع الحصة السوقية النسبية راها منخفضة،
بالتالي المنافسة متفوقة عليا، بصح في نفس الوقت هي نشاطات تتميز بنسب نمو السوق مرتفعة، وبالتالي عندها رهانات مستقبلية، عندها أهمية استراتيجية، لأنه في المستقبل قادرة تدخل دراهم كبار. إذا هنا عادة المؤسسة غادي تحلل الوضعية، إذا شافت بلي قادرة تستثمر تخسر دراهم، سواء في المصانع، سواء في التسويق، سواء في البحث والتطوير، وتقدر من خلال هذه الاستثمارات والجهود تقلص الهوة وتحسن من الوضعية التنافسية نتاعها بشكل يجعلها في المستقبل تقعد في المارشي وتنجح. هنا غادي تستثمر وتحاول تهتم أكثر بالأوضاع المحيرة باش تنتقل لوضعية النجومية ومن ثم لوضعية البقر الحلوب. وإلا شفنا باللي في هذه النشاطات صاي المنافسة سبقونا وراهم هاربين علينا، ما نقدروش نلحقوا عليهم، سواء من ناحية التطور التكنولوجي ولا صورة المؤسسة ولا حجم الإنتاج إلى آخره، هنا غادي نتراجعوا عن هذه النشاطات وربما نستثمروا في نشاطات أخرى مستقبلية. شوفوا نشاطات أخرى من نوع الأوزان الميتة. هنا هذه النشاطات تتميز بنسبة نمو سوق منخفضة، إذا راها في مرحلة إما النضج ولا الانحدار، وفي نفس الوقت الحصة السوقية النسبية منخفضة، يعني أن المنافسين راهم متفوقين علينا. في نفس الوقت الحاجة الأولى النشاط هذا ما عندهش أهمية للمستقبل، باعتبار أنه ما قادرش يدخل دراهم أكثر. على العموم حجم السوق ما غاديش يتطور، ومن ناحية أخرى المنافسين متفوقين علينا. إذا هنا غادي كذلك نحاول نحلل ونخرج بقرارات بالنسبة لهذا النوع من النشاطات، بصح في العادة يصعب أننا نستثمروا فيه باش يولي لوضعية البقر الحلوب. لكن شفنا باللي أنه المشكل دار فيه، قال مثلا دخلوا منافسين جداد، غيروا في التسويق التغليف إلى آخره، وداو لنا جزء من النشاط. قاموا باستثمارات لإعادة بعث النشاط ونقله إلى وضعية البقر الحلوب. لا شفنا باللي ما نقدروش نوليو لوضعية البقر الحلوب، غادي نقوموا بإدارة مرحلة التخلي والتراجع عن هذه النشاطات. ده عادة كنستعملوا الإكسل لبناء مصفوفة البي سي جي، نقدروا نديروها عبر الإكسل. تقدروا تدخلوا اليوتيوب مثلا ديروا بي سي جي إكسل، يخرجوا لكم دي توتوريال ومحاضرات كما يقولوا يبينوا طريقة القيام بهذه العملية. إذا في المصفوفة غادي نجبروا مجموعة من النشاطات المختلفة موزعة وفقا الماركت جراوث نسبة نمو السوق، وكذلك حصة السوق النسبية. نشوف كذلك نمر لنقطة أخرى. إذا بالنسبة لهذه المصفوفة وقتاش تكون في وضعية توازن، الحاجة الأولى نتكلم على التحليل نتاعها. التحليل نتاع المصفوفة يجب أن يراعي الأهداف التقليدية لكل مؤسسة، المردودية قصيرة المدى والنمو والتحكم في المخاطر على المدى الطويل. تحقيق التوازن بين هذه الأهداف يتطلب أن لا ترتكز النشاطات المكونة لمحفظة الأعمال في مربع واحد من المربعات الأربعة للمصفوفة. كذلك يجب أن يكون مركز الجاذبية لمختلف النشاطات في محور البقر الحلوب. هنا نشوف أنه عادة المؤسسة يكون عندها عدة نشاطات. بالنسبة لهذه النشاطات الحاجة الأولى خصنا يضمنوا لنا ربحية وتوازن مالي قصير المدى. أنا ماذا بيا اليوم وغدوة وهذا العام والعام الجاي ما تكونش عندي خسائر مالية، كون دائما في المجموعة كاين نشاط فيه خسائر، نشاط فيه أرباح، نشاط فيه نخرج كما يقولوا طوش طوش. بصح في التالي في المتوسط يكون عندي نسبة معتبرة من الأرباح تسمح لي بإعادة الاستثمار، بتطوير النشاطات تاعي، وكذلك بدفع أرباح للمساهمين تكون بنسبة جيدة للحفاظ على المؤسسة. في نفس الوقت ماذا بيا نضمن المستقبل ونستثمر في نشاطات
مستقبلي. إذن بالتالي المؤسسة اللي يكون فيها نشاطات في البقر الحلوب الروحة ماشي مليحة، باعتبار أنه سي فري أنه يكون عندها أرباح مرتفعة، بصح غادي تجي الوقت وين النشاطات اللي راها في البقر الحلوب تنتقل للوضع المأزق، بالتالي تولي غير في الخسارة. وإلا كانت كذلك غير في وضعية النجومية، سي فري أنه في المستقبل قادرين يكون عندنا دراهم كبار نسيطرو، بصح على المدى القصير ما يكونش عندنا دراهم باش نغطيو النفقات نتاوعنا. إذا في الوضع المتوازن واللي تهدف إليه كل مؤسسة، الحاجة الأولى أنه يكون عندها عدة نشاطات موزعة على كل مصفوفة، بصح الجزء الكبير من رقم الأعمال نتاعها من النشاطات تاعها يكون في النجوم في البقر الحلوب، ويكون المركز نتاعه مايل للقسم الأعلى من البقر الحلوب. غادي نمروا درك المثال لطريقة إعداد كما يقولوا مصفوفة البي سي جي. إذا المثال نتاعنا متعلق بمؤسسة أجي بيو، هي مؤسسة افتراضية تنشط في القطاع الزراعي وعندها 3 ميادين استراتيجية: زراعة الحبوب، الأشجار المثمرة، وتربية الأبقار. هنا نشوفوا في المعطيات تاعنا معدل النمو تاع هاد النشاطات، عندنا 2% لزراعة الحبوب معدل نمو السوق، 10% في الأشجار المثمرة، و6% لتربية الأبقار. إذن هادو غادي نمثلوهم مباشرة على المصفوف. بالنسبة لحصة السوق النسبية، عندنا حصة سوق أجي بيو الممثل ببي أ، عندنا 10% في زراعة الحبوب، 7.5% في الأشجار المثمرة، و20% في تربية الأبقار. أهم منافس للمؤسسة عنده 5% كحصة سوق في زراعة الحبوب، 2.5% في الأشجار المثمرة، و4% في تربية الأبقار. هنا غادي يمكن واش خصنا نديرو، خصنا نحسبو حصة السوق النسبية. قلنا كيفاش نحسبوها؟ حصة سوق المؤسسة مقسومة على حصة سوق أكبر المنافسين. بالنسبة للنشاط الأول، حصة السوق تمثل 10% مقسومة على 5% تساوي 2. بالنسبة لنشاط الأشجار المثمرة، 7.5% على 2.5% تساوي 3. بالنسبة لتربية الأبقار، 20 مقسومة على 4 تساوي 5. إذا نقدر نقولوا أن المؤسسة رائدة ومتفوقة على المنافسين، وعندها وضعية تنافسية جيدة في مختلف النشاطات. نمر من بين المعطيات كذلك المهمة اللي نحتاجها هي النسبة من رقم الأعمال الكلي للمؤسسة. هنا نشوفوا أن زراعة الحبوب تمثل 50% من رقم الأعمال الكلي للمؤسسة، الأشجار المثمرة تمثل 30%، تربية الأبقار تمثل 20%. إذا علاش نحتاج هذه المعطيات نتاع النسبة من رقم الأعمال الكلي للمؤسسة؟ بطبيعة الحال لحساب نصف القطر نتاع الدائرة الممثلة لكل نشاط. إذا قلنا نصف القطر أو القطر عفوا دي يساوي جذر النسبة من رقم الأعمال الكلي على 2، بالتالي النشاط الأول عندنا جذر 50 مقسوم على 2 يساوي 3.53. النشاط الثاني جذر 30 على 2 تساوي 2.74. النشاط الثالث جذر 20 على 2 يساوي 2.24. إذا درك يبقى لنا تمثيل النشاطات هذه على المصفوفة. إذا نشوفوا أن النشاط الأول ميم 51% راه من نوع البقر الحلوب. النشاط الثاني ميم 3 نقدر نقولوا أنه راه كذلك من نوع البقر الحلوب يمثل 20%. والنشاط ميم 2 يمثل 30% من نوع النجوم. إذا نقدر نقولوا أنه بالنسبة لهذه المؤسسة الوضعية نتاعها وضعية متوازنة، باعتبار أنه غالبية النشاطات تتمحور حول مربع البقرة الحلوب. لكن نختتم هذه المحاضرة غادي نتكلموا على وضعيات عدم التوازن المتعلقة بمصفوفة بي سي جي.
إذا كما تشوفوا في هذا الشكل 6 كاين 4 أنواع من حالات عدم التوازن اللي غادي نشوفوها كل وحدة على حدة. المصفوفة 1، مصفوفة 2، مصفوفة 3، والمصفوفة 4. خلينا نشوف المصفوفة الأولى. إذا هنا في المصفوفة الأولى غالبية النشاطات تتمركز في مربع الأوزان الميتة. إذا غالبية النشاطات راها تميز بحصة سوق نسبية منخفضة أقل من الواحد، يعني أن المنافسين راهم متفوقين علينا وقويين علينا، ونسبة النمو تاع السوق راه منخفض. هنا بالنسبة للمؤسسة النشاطات نتاعها لا تتمتع لا بقدرة على النمو في المستقبل. هذه النشاطات ما غاديش تكبر وتدخل لنا دراهم أكثر ويكون فيها المبيعات أكبر، وحاليا كذلك المنافسين راهم أقوى منا، الأمر الذي يدل على أننا ما راحناش نبيعوا بشكل جيد، ما راش عندنا أرباح كبار، والمنافسة راه متفوقة علينا. يعني هنا ما راحنا ضامنين لا الحاضر ولا المستقبل. لهنا نقدروا نقولوا أن المؤسسة راها تعرف مشاكل كبار باعتبار أن الموارد نتاعها محدودة، حاليا ما راش عندها أرباح كبيرة وما عندهاش وقت كبير باش تحضر المستقبل وتطور نشاطات جديدة. لهنا عادة المؤسسة راها في وضعية حرجة، احتمالات الفشل مرتفعة. باش تحاول كما يقولوا تخرج من هذه الوضعية لازم عليها تحاول تبحث عن إمكانيات وحلول للتنويع، وتبحث عن نشاط جديدة من نوع البقر الحلوب ومن نوع النجوم. الحالة الثانية مصفوفة 2، محفظة أعمال. الغالبية نتاع الأعمال من نوع البقر الحلوب. هنا كنظرة أولى قادر واحد فيكم يقول لي هذه المؤسسة الوضعية نتاعها راها مليحة، غالبية النشاطات نتاعها أولا راه فيها متفوقة على المنافس، عندها وضعية تنافسية جيدة باعتبار أنه حصة السوق النسبية أكبر من الواحد ولا الواحد ونص. دوزيامون نسبة النمو راه منخفض، الأمر الذي يدل على أنها ما تحتاج تستثمر، دير استثمارات كبار، بالتالي راه تدخل دراهم بلا ما تخسر، بالتالي المداخيل المالية والأرباح راها في أعلى مستوى. لو هنا الجواب أنه سيفري على المدى القصير، هذا العام العام الجاي العام اللي موراه هاد النشاطات راه يدخلوا دراهم كبار للمؤسسة، بصح منا على 5 سنين 10 سنين كي هاد النشاطات يمروا لمرحلة الانحدار ويبقاو كما يقولوا المبيعات ينقصوا ويدخلوا دي برودوي ونشاطات جدد ولي كليون يمشيو لحاجة أخرى، إذا حنا واش غادي نديرو؟ إذا هنا غادي نوقعوا في مأزق. إذا هنا المؤسسة واش خصها دير؟ خصها تحضر المستقبل باعتبار أنه ما راش عندها إمكانيات نمو كبيرة، إمكانيات النمو نتاعها ضعيفة على المدى الطويل. واش خصها دير؟ خصها تستغل الموارد المالية نتاعها والقدرات نتاعها في التنويع وفي الاستثمار في نشاطات جديدة ذات معدلات نمو مرتفعة. لأن هذه المؤسسة عندها دراهم، خصها تبحث على نشاطات عندها مستقبل فيها ربح، وراه عادة يقلعوا هاد النشاطات باش تستثمر فيها، تبدي فيها، تطور لا تكنولوجي، تقبض المارشي، تقبض لو كليون باش تكون هي الأحسن في المستقبل وتكون عندها كذلك فيها أرباح مرتفعة. الحالة الثالثة محفظة أعمال أهم نشاطاتها من نوع النجوم. مصفوفة 3، أن هذه المؤسسة عندها نشاطات فيها مبيعات كبيرة للمؤسسة، السوق نسبيا معتبر، كذلك راها متفوقة على المنافسة، حصة السوق النسبية نتاعها أكبر من الواحد، بصح في المقابل نسبة النمو مرتفعة. هذه المستقبل الأمر جيد. قال مثلا المبيعات الكلية في السوق، قال مثلا هذا العام راها 100 مليون، العام الجاي تولي 150، العام اللي موراه 200، اللي موراه 300، اللي موراه 1000. بالتالي أنا اليوم راني نربح في هذا النشاط راني ندخل فيه 20 مليون، من على 5 سنين نولي ندخل فيه 500 مليون. إذا راه عندنا إمكانية نمو وربح مستقبلية ومردودية طويلة المدى مرتفعة. على 5 سنين 6 سنين تكون عندي أرباح طويلة المدى. بصح باش نحقق هذه الأرباح، باش ننتقل من رقم أعمال تاع 20 مليون ل 500 مليون، ولا من أرباح تاع 20 مليون ل 500 مليون، خصني نستثمر.
درك أنا راني ننتج 20 مليون، باش نولي ننتج 100 مليون لا راه عندي مصنع، خصني نزيد 4 مصانع، لا راني نغطي ولاية، خصني نولي نغطي 48 ولاية، ممكن خصني نولي نصدر. إذا هذه استثمارات، وعادة هذه الاستثمارات أكبر من الأرباح. أنا كي ندير حل استثمار غادي نغطيه بالأرباح نتاع 10 سنين. إذا ما يمكنش ندخل الأموال اللازمة في سنة واحدة. إذا الإشكالية تاع هذه المؤسسة عندها كما يقولوا مستقبل، قادرة تدخل دراهم كبار وتكون مسيطرة ومؤسسة عالمية على المدى الطويل، بس حاليا ما راش تدخل أموال كافية لتغطية نفقات الاستثمار. عادة هذه الوضعية تنسجم مع وضعيات الستارت اب كما مثلا ابل في البدايات تاعها اللي طورت الحاسوب الشخصي والتليفون اكسيتيرا، كما جوجل، فيسبوك، تويتر اكسيتيرا، ومختلف المؤسسات الناشئة. في البداية نتاعها هذه المؤسسات تستثمر في التكنولوجيات، مشاريع للمستقبل. نديو كذلك المثال نتاع امازون في التجارة الالكترونية. اذا امازون في البدايات نتاعها كانت تعرف نمو كبير، الحجم نتاعها كان يكبر، بصح كل عام تكون خاسرة 5 سنين ولا 6 ولا أكثر. دائما كي يجي التالي نتاع العام المؤسسة ما تحققش أرباح مالية، صار عندها مستقبل. إذا هنا التحدي للمؤسسة وش هو؟ أنها تدبر الدراهم، توجد رؤوس الأموال بالسيولات اللازمة للحفاظ على الحصة السوقية نتاعها، لتطوير القدرات نتاعها، للاستثمار، ولزيادة المبيعات نتاعها، ولتدعيم التفوق نتاعها. إذا الإشكالية كيفاش نجيب الدراهم باش نستثمر ونطور هذه المؤسسة. وهنا نشوفوا مثلا عالميا في إطار المؤسسات الناشئة اللي هو اليوم التوجه كذلك على المستوى الوطني، كاين شركات رأس مال المساهمة، وكاين السوق المالي وين هذه المؤسسات غادي دير أسهم في البورصة، كذلك تدخل شركاء متمثلة في شركات رأس مال المساهمة اللي غادي يعطيوها دراهم ويمولوها باش تستثمر خلال مختلف المراحل إلى غاية الوصول لوضعية البقرة الحالوب. أخيرا مصفوفة 4، هنا تتمركز النشاطات في مربع الوضع المحير. إذا نشوفوا أنه غالبية النشاطات راها في الوضع المحير وين نسبة النمو مرتفعة، يعني في المستقبل هذا النشاط عنده مستقبل قادر يدخل دراهم كبار، بصح المنافسة راها متفوقة عليا باعتبار أن حصة السوق النسبية راها أقل من الواحد. يحدث هذا عادة للمؤسسات الناشئة الستارت اب التي اقتحمت نشاطات ذات إمكانيات نمو مرتفعة، والتي تستهلك موارد كبيرة، والتي تكون في نفس الوقت في وضعية تنافسية أقل من المؤسسات الرائدة في هذه الأسواق. إذا التحدي الكبير، عندنا تحديين. التحدي الأول كيفاش أني نستدرك التأخر ونتفوق على المؤسسة الرائدة في الصناعة أو في النشاط. التحدي الثاني نقص السيولة اللازمة لتمويل النشاطات، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على وضعيتها المالية وأن تدفعها نحو الإفلاس. إذن الحاجة الأولى راني متخلف على المنافسة، كاين مؤسسات راهم قويين عليا حتى خصني نلحقهم ونتفوق عليهم. المشكل الثاني أني نحتاج دراهم باعتبار أن النفقات نتاعي راها أكبر من المداخيل، نحتاج دراهم لتمويل الاستثمارات سواء لتوسيع الطاقة الإنتاجية ولا كذلك لتطوير التكنولوجيا ولتدارك النقص. مقارنة بالحالة وين النشاطات متمركزة في وضع النجوم، ربما هذه المؤسسة توجد صعوبات أكبر لأنها كاين تأخر لازم تداركه، وثانيا باعتبار أنه راها متأخرة على المنافسة غادي يصعب عليها أنها تقنع المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال وشركات رأس مال المساهمة بالاستثمار فيها باعتبار أنه المخاطرة تكون أكبر. إذا عادة الأولوية تكون لتركيز الموارد على عدد محدود من النشاطات من أجل زيادة فرص بناء وضعية تنافسية قوية. إذا إلى هذا الحد وصلنا إلى نهاية المحاضرة.
أشكركم على الانتباه والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.